هو كولر بيعاند الاداره؟ هو ليه كولر ما عملش تغييرات بين الشوطين امبارح؟ طب هو ليه كولر اصلا ما عملش تغييرات في الشوط الاول؟ يعني هو كولينج بريك ما هو قاعد كده بيتكلم معاهم. ليه الاسئله دي بتدور حواليك انت، في دماغك انت كمشجع اهلاوي؟ انا هقول لك ليه. لان الاعلام المصري مركز على سلبيات الاهلي، ومركز على مشاكل الاهلي مع كولر، والسوشيال ميديا كلها عماله تتكلم امبارح في حته ان كولر في عند مع في عند مع الاداره، والاداره في عند مع كولر. لا يا جماعه، انا ما اعتقد، ما فيش الكلام ده خالص. ما فيش الكلام ده. هو كولر زيه زي حسام البدري في حته ان انا ما بغيرش الا بعد الدقيقه 60. هو كده. هو كده. الا بقى لو في حاجه بقى اصابه ولا اي حاجه بعد الشر. فهو كده، ده تفكيره كده، نمط تفكيره كده، المينتاليتي بتاعته كده. فاحنا مش من بعد سنه ولا سنتين مع كولر هنيجي نكتشف الحوار ده دلوقتي. كلام واضح. خليك في فرقتك، ما تركزش مع اي حاجه بتقال على السوشيال ميديا ولا على الفيسبوك الايام دي خالص خالص. الحق، ده مشكله كهرباء مع كولر. ما تركزش ولا تعلق. دعم فرقتك ومالكش دعوه باي حاجه خالص. كولر هيحاسب في الوقت اللي هو هيحاسب فيه، مش دلوقتي. دلوقتي هندعم. ايه ده يا عم حميدو؟ ده انت امبارح طلعت عين كولر. اه طبعا، نتيجه رد فعل بعد ماتش ما يعلم بالله ربنا. انا لازم اطلع اللي جوايا، هيجي لي السكر والضغط. لازم اطلع اللي جوايا، ولازم انت تسمعني، عشان لما تلاقي واحد طالع على السوشيال ميديا بيقول صوتك انت تنبسط وترتاح. صح ولا مش صح؟ لكن دلوقتي لا، هندعم الفرقه، وهندعم كولر، وهندعم قرارات الكابتن محمد رمضان، وهندعم كل حاجه بتحصل. تمام. ويلا بقى، يلا. خلي بقى السوشيال ميديا، وخلي الصحافه الصفراء تتكلم، وخلي الناس تقعد تركز. ادي ده تركيز الميديا في مصر على سلبيات الاهلي وعلى مشاكل كولر مع الاهلي. خلت احنا كجمهور نبدا نفكر بقى في حاجات اللي هي ما وراء الطبيعه بقى، اللي هو ايه؟ كولر بيعاند. مفيش عناد ولا في اي حاجه يا جدعان. اصل هو يعني هيعاند مين يعني؟ هي بس القصه كلها في ايه؟ في قرارات اداريه بتتقال. انا عايز اخد القرار ده، فالخطيب بيقول، الكابتن الخطيب يقول لك لا انا عايز القرار كذا. طب خلاص هنسمع كلامك كله دلوقتي. يجي بعد كده يشوف نتيجه سمعان كلامك حصل ايه. طب خلاص هنعمل كذا. ده في حد طلع اتكلم امبارح بيقول ايه؟ ان بيقول لك ان المترجم ممكن يكون المترجم ما بيعرفش يترجم. اه، كميه هبد وفتي ما يعلم بها الا ربنا. الترجم اللي ما بيعرفش يترجم يعني هيقول ايه يعني؟ مش فاهم كوره مثلا، فمش عارف ينفع اترجم الكلام اللي بيتقال. لا، بيقول لك ايه؟ اصل خاطر المترجم اللي مشي كان كولر كان متعلق بيه قوي. ماشي، دي حاجات نفسيه بس مش هتاثر قوي كده يعني. مش هتاثر قوي كده. كولر هو كولر، وما هنطلع نتكلم. هو كولر بعد الدقيقه 60 هيعمل تغييراته. يلا. أراك ضاحكا.